السلام عليكم صديقتي، كيف الحال؟ ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير. ديك المره كنت قلت لكم نصور لكم فيديو وغادي نقول لكم علاش ما ننصحكمش انكم كنت حطيت لكم انا حطيت لكم هنايا واحد الباك ديال الصلاه زوين، داكشي فيه سجاده، فيه الحقيبه، فيه داكشي كامل مطراز. وهذا قلت لكم علاش ما ننصحكمش به في رمضان. راه جايكم الهضره. شوفوا البنات، الا كان هذا هو لو برودوي برينسيبال ديالك، يعني العام كامل وانتي كديريه مزيان، يعني الناس اصلا عارفينك انتي كديري هاد لو برودوي فلان فلاني، واصلا العام كامل وانتي كتطوريه وانتي كتعرفي دي كونتاكت المهم كتزيدي المعلومات في راسك. ولكن الا كنتي كتبيعي حوايج اخرين، بحال مثلا انا في اروى كنبيع العبايات، نبيع جليبات، المهم كندير هادشي كامل كسيوات وداكشي، فغادي نعاود لكم على الاكسبيريونس ديالتي كلير اي نيت. المهم بزاف ديال الاعوام وهذا العام بالضبط اكثر. هاد العام درت راسي فيها، قلت لا ضروري خاصني ندير باك ديال الصلاه. انا كنت واحد العام درت واحد زعما سجادات ياك، وصراحه ما سمعتش بزاف حيت كان شويه غالي. ها انا كنقول لكم علاش، لانه انا العام كامل وانا مولفه الناس ديالي لواحد لو بري. فاش كنت درتها مطرزه، وهذه حتى غنشوف التصوير ونخلي لكم هنايا. كان واعر صراحه، واعر. دابا الناس دابا كيقولوا لي اختي عافاك غير عاوديه لينا، راه جا واعر وباقي عندنا دابا. وكانت عرفتو معمر بالبونج، المهم تمحات فيه يا البنات، ما نكذبش عليكم، تكرفست فيه. باش تعرفي راه ماشي اي حاجه تكرفستي فيها ممكن انها تكون فيها نتائج زوينه، وماشي اي حاجه تعذبتي فيها غادي تكملي فيها. كاينين شي حوايج في المشروع ديالك غتضربي فيهم تماره وغادي تخدمي عليهم وكل شيء، ولكن المهم ماشي مشكل، ما تكونش النتائج كيف ما انت بغيتي، تقدري ديريهم غير مره وما تعاوديهم. كانت حطيت لهم شويه في الاول شي 450، بعد حطيت لهم 350، المهم في الاخر واقيلا حطيتهم براس مالهم وصافي. لانه كما قلت لكم كانت اول تجربه، يعني بزاف ديال الاغلاط. انتي اصلا كديري حوايج اخرين، يعني راسك غيتفرق لبزاف ديال الحوايج. علاش قلت لكم؟ لكن انتي اصلا انتي براند كديري داكشي ماشي مشكل، ولكن انتي كديري حوايج اخرين فراسك كيتفرق لبزاف ديال الاشياء. واش غادي نركز على لي غوب، نركز على التوب ديالهم، ولا نركز على العبايات، ولا نركز على عبايات السلا، ولا نركز على هاد لو باك؟ فما كيكونش عندك وقت كفايه حتى البيدجي. ولكن من غير البيدجي هي الوقت البنات، الوقت فريمون الوقت. المهم فهاد العام قلت صافي، تبارك الله ما شاء الله، كانت عندي واحد الطاقه كبيره فاش جيت من العمره، وقلت غادي نفجرها خاصني نجي ندير شي حاجه زوينه. فضيعت بزاف ديال الوقت في هاد لي باك ديال الصلاه. ماشي العبايات الحمد لله كيتباعوا عندنا. شوف انا العبايات كنديرهم كل عام، هادشي اللي كنقول لكم، حاجه كديريها كل عام يعني فهمتيها، عرفتيها، جربتيها، شفتي الدونتيل، عرفتي لي فورنيسور منين تشريه، جربتي في صاله، عرفتي الثمن. المهم بزاف ديال الحوايج انا نقول لكم. هذاك الباك درت هاد العام صلايه، وشحال بقيت كنقلب على التوب ديال السجاده يجي مع التوب ديال العبايه، حيت كان خاصني ندير باك كيف ما قلت لكم، فخاصني الوان يكونوا معطياتهم. هادشي خدا لي بزاف ديال الجهد اللي كان ممكن انه نديرو في حاجه اخرى غيجيب لي ربح اكثر. كان غيجيب لي ربح اكثر سي سور. عرفت شحال البنات ضيعت ديال، وانا عرفتي كنت انا من داك الناس اللي كان راسي كنقصحو بعض المرات في شي حوايج. لا خاصني ندير. شحال وانا كنمشي لضرب عمر، شحال وانا كنمشي، ما عقلتش سميت القصريه، المهم ضرب عمر، بقيت كنقلب قصريه باش نلقى توب ديال السجاده اللي يكون رخيص ويكون مزيان ودغيا يطوى وتجي معاه هذاك الدونتيل. واحد التكرفيسه البنات ما يمكنش. قلبت في جديده، قلبت في ما كان حيت كنلقى، ولكن كنلقى بثمن غالي. انا خاصني شحال تبقى واحد الثمن مزيان. المهم لقيت بثمن مزيان، لقيت الدونتيل كنت عندي جبته معايا من تركيا درتو، لقيت واحد السيده هنا طيباتهم ليا. المهم مزيان وداكشي الحمد لله. غير كان عندي كثره التنقلات وهذا خصني نمشي وهذا. اش غنقول لكم، التصوير عاوتاني كان خاصني الباك، كانت فيه المقرأة وكان فيه حامل القرآن وكانت فيه المسبحه الالكترونيه. عرفتوا هذيك المسبحه الالكترونيه خاصني نجيب اللون في اللون، كان خاصني درت لها ديك الحجيرات في الجانب. شوف هي زوينه، ما نكذبش عليكم، زوين انه تكون متحمس للحاجه والشغف، واصلا الحياه كلها هي الشغف اللي كنعيشوا فيه وكل شيء. ولكن بعض المرات راه يقدر يكون هادشي كامل كديرو ماشي مربح، فهمتوا؟ ماشي مربح. و الحاجه تقدر ديرها زعما شويه ماشي مشكل، ولكن فاش ديرها بشكل مستمر غادي تعييك. المهم فاش درت هذا الباك ما كانش غالي بزاف بالنسبه لي، انا ما ربحتش فيه بزاف. ولكن في رمضان كيف ما انت عندك بزاف ديال لي برودوي خصك تخدم عليهم، راه حتى الناس
عندهم بزاف ديال لي شارج، عندهم خاصهم يشريو كسوة العيد، خاصهم يشريو داك من غير زعما التقديه وداك ديال رمضان اللي كتكون زايده. عاد خاصهم يشريو عباية الصلا، ديك عباية الصلا زعما كما قلت لكم راه ماشي مشكل كدوز، ولكن هادشي ديال حامل القرآن، مقراءة، تسبيح، سجادة، هادي ماشي كاع الناس غادي يشريوها، ماشي كاع الناس غادي يشريوها. ف حتى البودجي ديالهم ما غاديش يقدر ما يوصلش لداكشي، غادي يوصل لكسوة العيد، غادي توصل التغذيه وداكشي، غادي توصل مثلا انه تاخذ من عندك ديكورات في الاول وداكشي لانها الحماس وهذا، غادي تقدر توصل عباية الصلاه وداكشي. ولكن هذاكشي الاخر مقراءه حامل القران تقدر تقول نخليه حتى الشهر الجاي. مناسبه اخرى واش فهمتوني؟ دونك هنا نتيا غتلقاي راسك انك درتي واحد المجهود كبير وخرافي على واحد الحاجه اللي اصلا ما درتيش فيها واحد لا مارش كبيره، واللي اصلا زعما لاسيبل ديال كيما قلت لك، زعما انا لاسيبل ديالتي ماشي هي انا ديما كندير غير الهدايا الدينيه على العام كامل، فهمتوني؟ يعني انا كندير الحوايج يعني الناس عارفين عندي واحد لاسيبل اللي كتشري عندي الحوايج وداكشي. يعني هاد الناس اصلا راه واش يبقى ليهم بيجي انه يشريو ولا لا؟ ما نقولش لكم ما بعتش، تبارك الله ما شاء الله بعت فيهم الحمد لله، ولكن ما تبعتش لا كونتيتي كامله اللي كتموجده. عاد فاش القران خاصو حتى هو يكون مغلف وديتوه للبنت وتغلفوا ليا وكيمشي عند الليفرو يجيبها، وبعد مرات ما كتكونش. اش غنقول لكم البنات صراحه ولكن تجربه زوينه، تعلمت. دابا هاد العام ان شاء الله باذن الله ما غاديش ندير نفس الاغلاط، ما غاديش نكسر راسي، ما غاديش نقصح راسي مع شي امور. صافي نقدر ما نديرش كاع هاد العام، ندير ان شاء الله غير عبايه الصلاه، نقدر ما نديرش داك الباك وهذا، اصلا حيت باقي عندي شي حاجه من العام اللي فات، ما نديرش الباك وهذا وصافي. بحال هذاك الجهد ديالك والفلوس اللي غتحطيهم في حاجه اخرى. دونك البنات اتونسيون، راه ماشي اي حاجه كتحطي فيها الوقت والجهد والفلوس والمال وما عرفت شنو راه غادي تكون 100% مربحه ليك، وماشي 100% غادي تكملي فيها، فهمتيني؟ ما تقصحيش راسك بحال اللي قصحت راسي انا. قراي المعطيات، ولكن مزيان انك تجربي. انا جربت وانا فهمت. هادشي كنقول لكم دائما، جربوا باش تاخذوا الاجابات ديالكم. هذا ما كان. عليكم.